بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة موضوع قصير. موضوعنا هو رؤية العملية، عملية الزائدة للفتاة العزباء في منامها. عندما ترى البنت العزباء التي لم يسبق لها الزواج بأنها ترى في منامها تجري عملية الزائدة الدودية، فهذه الرؤية من الرؤى الجيدة المبشرة بالخير، وأيضا الرؤيا تدل وتبشر بالشفاء من الأمراض بأمر الله تعالى. إن كانت هذه الفتاة بتعاني من مرض ما، فالرؤيا بشرى بشفائها من هذا المرض بأمر الله تعالى. وأيضا الرؤيا تحمل بشرى طيبة، تحمل بشارة بالتخلص من الهم وزواله والحزن وزواله بأمر الله تعالى. إن كان هناك هم أو حزن في حياتها تعاني منه في الواقع، فالرؤيا بشرى بزوال الهم والحزن من حياتها بأمر الله تعالى وشفائها من مرضها. وكما تشير الرؤيا بالنسبة للبنت العزباء التي لم يسبق لها الزواج وأنها رأت أنها تجري عملية جراحية وهي عملية الزائدة الدودية، تشير الرؤيا إلى حدوث تغيير جيد. حدوث تغيير جيد في حياتها، والتخلص من السلبيات، تخلص من السلبيات التي كانت توجد في حياتها، وأيضا التخلص من الألم الذي كانت تعاني منه في حياتها، سواء كان هذا الألم بسبب حزن أو بسبب كرب أو بسبب هم أو بسبب مشاكل أو بسبب تعاطيل في الحياة. فالرؤيا تبشر بالتخلص من كل السلبيات التي توجد في حياة هذه الفتاة بأمر الله تعالى. فهي بشرى طيبة عندما ترى هذه الرؤيا الفتاة العزباء، وعندما تراها عليها أن تعلم وتستبشر بالخير القادم إليها، بأن الله سبحانه وتعالى سيزيل عنها كل الهموم ويفرج كربها وينهي أحزانها ومشاكلها وييسر لها أمورها في الأيام القادمة بأمر الله تعالى. فعليها عندما ترى هذه الرؤيا أن تقدم الشكر لله سبحانه وتعالى، وأن تصلي ركعتين شكر لله على هذه الرؤيا التي رأتها، فهي بشارة طيبة لهذه الفتاة العزباء. وهذا ما أردت أن أبينه لكم في رؤية العملية الزايدة في المنام للبنت العزباء. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.